Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. المكرم لجنة التحكيم المحترمون وجميع المشاهدين الكرام، في هذه الفرصة الكريمة إذنوا لي أن ألقي خطابا تحت عنوان بناء جيل شاب ذي أخلاق كريمة في وسط تحديات الزمن. أيها المشاهدون الكرام، نحن اليوم نعيش في زمن ممتلئ بالتقدم والتحديات، فالشباب يواجهون العالم الرقمية وحرية المعلومات وتدفق الثقافة الخارجية التي تدخل بدون قيود. ومن المؤسف أن كثيرا من الشباب مشغولون في البحث عن الشهرة في وسائل التواصل أكثر من السعي في طلب العلم وتزكية النفس بالأدب، فإن الشباب هم عماد الأمة وهم من يرسمون معالم المستقبل وهم حملة رسالة الإسلام إلى العالم. قال الله تعالى في سورة آل عمران في آية 400: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا تذكير لنا بواجب الدعوة وبأن الفلاح للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا أيها المشاهدون الكرام، إن الواقع يبين أن الشباب في هذا العصر يقضون أكثر من 3 ساعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية في عام 24 و2000. وفي المقابل فإن وقت قراءة القرآن الكريم أو المشاركة في المجالس العلمية ما زال قليلا. كذلك فقد شهدنا في سنوات أخيرة أزمة هوية وانحدار في القيم وزيادة في الظواهر السلبية، كما ذكرته تقارير لجنة حماية الأطفال في إندونيسيا. فمن يتحمل المسؤولية؟ الإجابة نحن جميعا، الوالدون والمعلمون والمجتمع والشباب أنفسهم. يا شباب الإسلام، انظروا إلى أسوة الشباب في زمن الرسول، فأسامة ابن زيد في سن 18 قال جيشا كبيرا بأمر رسول الله، وعلي بن أبي طالب وهو شاب ضحى بنفسه لحماية النبي، ومصعب ابن أمير ترك المال والزينة ليصبح أول سفير الإسلام في المدينة. فما الذي ميزهم؟ إنه الإيمان والعلم والأخلاق. حبهم لله ورسوله كان أكبر من حب الدنيا. فماذا نفعل نحن اليوم؟ لا تكونوا متفرجين في وجه التغيرات، بل كونوا فاعلين في الخير، في الدعوة، في التقدم المبني على الإسلام. كونوا كالشجرة أصولها ثابتة وساقها قوي وثمارها حلوة، لا تتأثروا بالموجات بل ثابتين على المبادئ.
وفي الختام فلنجعل حياتنا ذات فائدة لا تكونوا جيلا يشكو ويتكسل بل كونوا جيلا يفكر ويتحرك ويؤثر كونوا شبابا لا يقهر في الواقع ولا يقف عند الشهرة الرقمية بل نبيلا في أعين الله أشكر لكم على حسن استماعكم وأعتذر عن كل خطأ ونقص آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته